الرئيس ماكرون ينبهر لما يزور مدينة اسكندرية، مش بس عشان الشمس والبحر والهواء والجو الحلو، لأ، هي مدينة فيها روح. بحرها وكورنيشها ده جزء من روحها. بس مش بس البحر والكورنيش، الناس كمان. ومش بس الناس، الحاجات القديمة البسيطة اللي سايبة أثر فيها ومعلمة ومدياها طابع وروح مختلف عن أي مكان تاني في الدنيا. والحقيقة إن ده مش غريب، زي ما اختار كده إنه يروح يتمشى في خان الخليلي، لأنه عارف طعم وقيمة وروح المكان اللي هو رايحه. يعني كل مكان في مصر له طبع وروح وسمة تختلف عن أي مكان تاني في العالم. بس يجي السؤال هنا، هو احنا بقى كمان شايفين قيمة المدن بتاعتنا زي ما الأجانب شايفينها كده؟ الحقيقة يا جماعة، اسكندرية وأي مكان قديم في مصر مش محتاج يتطور ولا يتغير عشان يبقى مبهر ويشد الناس إنها تجيله. هو قمة إبهاره في القديم، في التاريخ، في الروح، في النفس اللي بتتنفسه، في الشوارع، في المباني، في البلكونات القديمة، في الطراز اللي مش ممكن تلاقي زيه في أماكن كتير. الإبهار كمان بيجي لما تلاقي تفاصيل كده قديمة مش موجودة في مكان تاني، زي الترام. ترام اسكندرية، ترام اللي أصلا ممكن يبقى مزار سياحي مبهر. الإبهار في القديم، الإبهار في تاريخ، الإبهار في عربيات شافت أحداث كتيرة جدا، شافت تاريخ مدينة بحالها. احنا ممكن نبني المونوريل، ممكن نبني كمان اندر جراوند، بس ممكن يبقى هو ماشي على الخط، ماشي معاهم، نعتبره يا سيدي طريق ميكروباص، نعتبره اي حاجة، نضحيش بيه، نضحيش بحاجة، حتة من روح المدينة، حتة من تاريخها، حتة من قلبها. تخيلوا بقى لو الحتة القديمة دي موجودة زي ما هي. تخيلوا لو احنا رحنا شارع المعز وهدينا منه كده بعض المساجد أو بعض الأماكن عشان نبني مكانها برج سكني أو نبني مكانها قاعة اجتماعات، هيبقى شكله ايه؟ هيبقى بنفس الروح والطعم اللي احنا بنروح بيها دلوقتي؟ جمال المدن مش ان احنا نمسح تاريخها، جمال المدن ان احنا نحافظ على التاريخ ده وننوره أكتر ونظهره ونقدمه للناس أكتر. وأقول لكم بقى من الآخر، اسكندرية طول عمرها مبهرة، جميلة، بآيس كريمها، بالجيلاتي، بالتمشية على الكورنيش، بالروح الحلوة، بالناس الجميلة، بسندوتش الكبدة اللي بتاخده وانت هناك، بالمزارات السياحية المبهرة المبهجة، بقلعة قايتباي، بمتحف المجوهرات. كل حاجة في اسكندرية حلوة، بس احنا عايزين التراب.